في مرحلة تطوى فيها صفحات وتفتح أخرى بطموح أكبر ومسؤولية أثقل، أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم قراره بفتح صفحة جديدة في مسيرة المنتخب الوطني الأول بإسناد القيادة الفنية إلى المدرب المغربي طارق السكتيوي، على أن يقدم رسميا غدا في مؤتمر صحفي مرتقب خطوة تتجاوز حدود التعاقد لتلامس جوهر المشروع الفني المقبل. السكتيوي مدرب تشكلت بصمته في البطولات لا في الوعود، ونحت اسمه في منصات التتويج قبل أن يصل إلى هذه المحطة بعدما قاد منتخب بلاده المحلي إلى لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وكتب إنجازا تاريخيا ببرونزية أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي المغربي، وتوج بلقب كأس العرب، وأضاف إلى سجله كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي نهضة بركان. سلسلة إنجازات ترسم صورة مدرب يجيد قراءة المباريات ويحسن إدارة المجموعة ويعرف كيف يحول الطموح إلى واقع. مهمة السكتيوي تبدأ من إعادة تعريف هوية المنتخب، فالرهان ليس على اسم بقدر ما هو رهان على رؤية تعيد الثقة إلى المدرجات والوضوح إلى أرضية الملعب. وغدا حين يعتلي المدرب منصة المؤتمر ستكون الكلمات بداية الطريق، أما الاختبار الحقيقي فسيكتب على العشب الأخضر، حيث لا تعترف الكرة إلا بالعمل في صفحة جديدة رؤيتها استعادة البوصلة.